النهارده بقى هقول لكم على طريقتي الخاصة اللي أنا معتمداها من سنين ومستحيل أغيرها. وأهم حاجة فيه هي التوابل، لأن التوابل هي اللي بتديله ريحة، والتوابل بتاعتنا لازم تكون توابل فريش، تكوني انتي محمصاها وطحناها في المطحنة أو في الهون، لأن التركية دي مهمة جدا. أول حاجة معايا بصل 6 7 8 بصلات كده على حسب طبعا الكمية اللي هتعمليها. حط عليهم رشة من الكزبرة الناشفة، رشة من الثوم البودرة، البصل البودرة، بابريكا، كمون، فلفل أسمر، رشة بسيطة من جوز الطيب، حبهان، والتوابل دي كلها فريش وانا محمصاها. وبعد كده احط 3 4 معالق من الزيت، ولو حابه تحطي سمنه حطي، مفيش اي مشكله. هقلب الكلام ده كله كويس جدا جدا، واستنى البصله بتاعتي لحد ما تتكرمل بالمنظر ده كده. في الوقت ده كنت ضربت كيلو من الطماطم في الخلاط وصفيته من اي قش، ونزلت بيه على الصلصه بتاعتنا. هسيبها تتسبك تماما تماما لحد لما الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها تطفو على الوش كده، يبقى الطماطم بتاعتك اتسبكت وبقت زي الفل. طبعا تقدروا تزودوا الكميه او تكتروا، وهقول لكم في نص الفيديو. المهم خلينا دلوقتي معايا هنا طبق احط فيه نص كوبايه من دقيق الذره، معلقتين كبار من الملح، رشه بسيطه كده من قهوه، اي نوع قهوه تكونوا بتستخدموه. هجيب فرخه، هغسل الفرخه بتاعتي كويس جدا جدا قبل ما ابلها ميه بدقيق الذره والملح وال اسفه والقهوه. قهوه يا نرمين، عايزه اقول لكم مستحيل تشموا ريحه زفاره للفراخ حرفيا. مش كده وبس، لسه هنعمل لها محلول نق هنحط فيه حاجه برده مكون مستحيل تشموا ريحه زفاره. اهم حاجه نغسل الفرخه بتاعتنا كويس، وينفع لو بط او حمام او وز اي نوع طيور يعني. وبصوا بقى الدقيق الذره بيطلع المزلقه اللي في قلب الطيور، بصوا اهو. وانت شغاله بقى لا تشمي ريحه زفاره ولا تبقي قرفانه ان الفرخه ريحتها زفره. اعمل ايه؟ بصوا الجلد اللي انا بشده ده، بصوا كل الحاجات دي بتسبب زفاره. معانا بقى دقيق الذره والملح والقهوه. ما تحطيش قهوه كتير، يعني على طرطوفه المعلقه الصغيره بتاعه الشاي، اصغر معلقه عندك بتحطي على الطرطوفه كده قهوه. قلبي الميكس ده كله ودعاكي الفراخ. بصي هتاكلي فراخ وتدعيلي. بعد ما غسلت الفرخه بتاعتي كويس جدا جدا جدا، بعد كده باخدها تحت الحنفيه بشطفها شطفه محترمه، يعني اشطفيها حلو. بعد ما بنشطفها حلو بكون بقى جايبه طبق تاني بحط فيه معلقه كبيره من الطحينه، وبرده معلقتين من الملح، ورشه بسيطه برده من القهوه زي ما حضراتكم شايفين كده في الطبق. وبجيب ليمونتين، يكونوا الليمونتين مغسولين علشان هسيب القشر في الطبق، بعصرهم وبقلب الكلام ده كله كويس. وبحط الطبق مثلا يعني 3/4 كده ميه، وبرده على حسب كميه الفراخ اللي انت هتنقعيها. قلب الكلام ده كله كويس، ونسيب الفرخه بتاعتنا منقوعه في المحلول ده مده ما تقلش عن ساعه. لو فوق الساعه مفيش مشكله، بس لو هتسيبيها 5 6 ساعات مثلا كده يستحسن تحطيها في التلاجة عشان ما تبص. يعني في ناس بتحب تتبل الفراخ الصبح قبل ما تنزل شغلها ولما ترجع تشتغل فيها، فحطيها في التلاجة عشان ما تبص. لكن لو ست بيت وقاعده في البيت وكده اهوت، ساعه ساعتين كويس جدا بره التلاجة، وابتدي اشتغلي في الفرخ. جبت ميه بتغلي على البوتاجاز، وبعد الميه ما غليت هحط فيها الاول، بعد بقى الساعه باخد الفرخه اشطفها شطفه برده محترمه تحت الحنفيه. وبعد ما بشطفها بصفيها من الميه، وبكون في الوقت ده حطيت حله على البوتاجاز فيها ميه، الميه تغلي بنزل بالفرخه بتاعتي وبحط عليها بصلايه، جزرايه، المنكهات دي كلها بتدي ريحه حلوه. بحط رشه بسيطه من الفلفل الاسود، رشه بسيطه من الحبهان، ورشه بسيطه من جوز الطيب، ورشه بسيطه من الملح، وبسيب الفرخه بتاعتي تستوي. بصوا الشوربه اكيد بتتكلم عن نفسها، عشان احنا غسلينها كويس جدا جدا. الشوربه بتاعتنا رايقه وينفع طبعا نستخدمها في اي حاجه. طبعا انا هستخدمها النهارده وهقول لكم هستخدمها في ايه. بعد طبعا الطماطم بتاعتي ما اتسبكت تسبيكه كده محترمه زي ما حضراتكم شايفين، ظبطت ملحها. تقدروا تضيفوا شطه لو انتم حابين. وانا في البصله وانا شغاله قطعت معاها قرن فلفل بارد وقرن فلفل حامي، تقدروا تحطوا بارد بس حامي بس زي ما تحبوا. بعد كده غسلت كيلو من الرز المصري ونزلت بيه على الطماطم بعد ما اتسبكت، وبعد ما اتسبكت ظبطت ملحها نزلت بكيلو من الرز المصري. وطبعا الكميه الرز على حسب انت هتعمليه. انا النهارده هعمل محشي، جايبه كيلو ونص من البتنجان، ربع كيلو من الفلفل، كيلو ونص من الكوسه. الكوسه طبعا مش بتاخد رز، يعني دوبك حبيتين حبيتين، كيلو ونص البتنجان يعني. فطبعا لو هتكتري طبعا الرز بتاعك والطماطم وكده اهوت. طبعا بعد ما نزلت بالرز جبت بقى، كنت مجهزه قبل ما ابتدي في الوصفه ربطه كبيره من الشبت، وربطه كبيره من الكزبره، وربطه كبيره من البقدونس. كل ده خضار فريش، غسلتهم كويس جدا جدا وصفيتهم من الميه، وبعد كده قطعتهم كارو صغير ونزلت بيهم على الرز بتاعي تقليبه والتانية، وبنطفي البوتاجاز. بعد كده معانا البتنجان بتاعنا. طبعا انا ابتديت فيه في الاول خالص، يعني قبل ما ابدا المحشي الف ب كده بحب اقور بتنجان. انا مش بحب اجيبه متقور جاهز من الشارع. طبعا انا عامله ميكس الوان بتنجان اسود ابيض، اللي هو الموف دوت خد الجميل،
اعملوا بقى نوع البتنجان اللي تحبوه. بنجيب المقوره وبفتح 4 فتحات كده او 3 من فوق بحيث اوسع للمقوره مكان، وبعدين بقور. انا مش بحب اكحته قوي اللي هو خليه بقى ايه كده عامل زي ورقه السيجاره، لا يعني سيب فيه قلب شويه، نطلع البذر وسيب فيه قلب شويه بحيث لما نيجي ناكل نلاقي البتنجانيه معانا بتقطم كده وطعمها حلو. قورت البتنجان بتاعي برضو. الفلفل برضو هوريكم برضو طريقته ازاي بنعمله، بس بعد ما بخلص الكميه كلها بقوم غسلها بقى وركنها على جنب. بعد ما بركنها بقى بقوم بادئه في الرز. بعد خلص خلطه الرز بقوم بقى يعني خلطه الرز والفرخه بيستووا الاثنين مع بعض. لكن البتنجان هنبتدي في المحشي بنعمله هو اول حاجه، لكن انا وانا برتب مقاطع الفيديو بقى ببقى تايهه ايه قبل ايه فكده. فانتوا لا قوروا في الاول الفلفل، بصوا بايدينا كده وانت بتنقي نقي الفلفلايه اللي يكون ليها عنقود من فوق كده عشان تعرفي تمسكيها. هاتي بقى حجم الفلفل اللي تحبيه وهاتي الكميه اللي تحبيها. الرز معانا تمام كده خلص. انا بسيبه دقيقتين 3 كده على النار شمعه لحد ما يتشرب كله من قلب بعضه وياخد من ريحه الخضره ومن الطماطم وكده اهو. لما نيجي نحشي البتنجان بتاعنا طبعا اتغسل والفلفل اتغسل وصفيناهم من الميه. لما نيجي نحشي بقى البتنجان بنسيب قيمه عقله صباع كده فاضيه علشان البتنجان لما يستوي وينفش الرز ما يدلقش ويطلع بره. يعني ما تكبسيهوش على الاخر، وحاولي خبطيه خبطتين كده عشان الرز ينزل في قاع الصباع البتنجان. والكوسه برضو عايزه اقول لكم الكوسه برضو جبتها بشرتها، وعايزين تعملوها بقشرها اعملوها مفيش اي مشكله. وقورتها يا دوبك بس وسعت كده قيمه عقل صباعي الصغير. والبتنجان اتحشى اهوت والفلفل، والكوسه في حله لوحدها ومعاها برده كام قرن فلفل عشان يدوها ريحه. وطبعا انا النهارده بقى الشوربه بتاعتي مظبطه ملحها وكل حاجه، وهسقي المحشي بشوربه الفراخ لان انا حسيت ان الشوربه شكلها حلو وينفع ان انا استخدمها. عاده انا ما بحبش استخدم شوربه الفراخ في حاجه، بحب شوربه اللحمه اكتر، لكن النهارده عجبتني بصراحه فاشتغلت بيها. بحطه اول كده 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده بوطي النار عليه شمع وبيستوي معاكي بيبقى زي الفل. وبس كده اكلنا النهارده ما خدش اي وقت ولا اي مجهود ده محشي يا نرمين. عايزه اقول لكم بجد اعملوا الحاجه بحب هتطلع معاكم زي الفل. لايك وشير اذا حسيتوا ان انتوا قدرتوا تستفادوا مني، ولو انتوا لسه جداد على قناتي على اليوتيوب ما عملتوش خلاص بقى مش قادره وما عملتوش اشتراك في قناتي، ارجو منكم الاشتراك في القناه. وبشكر كل المتابعين الجداد، ربنا يديمكم نعمه كده وبركه في حياتي، واشوفكم في وصفه جديده على خير من قناتكم نرمين سمير، وباي باي.